السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من مطبخ أم عليا. اليوم نقدم لكم بإذن الله عصير منعش لأصحاب الرجيم. نبداو على بركة الله. عندي هنايا كتشوفوا معايا طريف ديال الزنجبيل طازج. هذه كتوزن 50 غرام، هذه 50 غرام. نصف كاس عصير الليمون او عصير الحامض او عصير القاص. عندي هنا نصف لتر، وعاد غادي نزيد نصف لتر اخر هو المجموع لتر الماء. والسكر كيبقى على حسب الذوق، ومن احسن الا لقيتو السكر ديال الحميه الخاص بالحميه. نعاود، عندي 50 غرام ديال الزنجبيل طاري، عندي نصف كاس ديال عصير الحامض او الليمون، عندي لتر ماء، والسكر على حسب الذوق. نقيت الزنجبيل حطيته هنا في الكاس الخلاط، غادي نزيد عليه نصف كاس ديال الحامض والسكر، غادي نزيد عليه غير شويه ديال الماء باش يمكن يتطحن لينا هاد السكينجبير. من بعد ما طحنت السكينجبير والسكر والعصير ديال الحامض مع شويه ديال الماء، دابا غادي نزيد الماء. خويت هاد نصف لتر وغادي نزيد النصف الاخر. العصير ديالنا ها هو من بعد ما صفيتو كيجي على هاد الشكل. نتمنى تجربوه الناس اللي كيعملوا الحميه، راه مزيان بزاف. كنقص شويه الوزن، ولكن نقص الوزن مع الرياضه والمشي، وخصوصا المشي. من تجربتي انا الخاصه المشي احسن من اي حاجه، المشي مزيان. نتمنى يعجبكم، واللي عجبو الفيديو ديال الجيم ودير الاشتراك. والسلام عليكم في وصفه اخرى ان شاء الله.